السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنجمع مع بعض البيض، وكمان هقول لكم على وصفة جميلة جدا ما شاء الله لما عملتها للفراخ بتاعتي فرقت جدا جدا في البيض وفي إنتاج البيض. بسم الله ما شاء الله. بجد الفيديوهات اللي أنا عملتها قبل كده كانت حلوة جدا. يا ريت تتابعوها تشوفوها علشان خاطر زيادة إنتاج البيض عندك لو انتي بتشتكي إن الفراخ ما بتبيضش. تعالوا بس ما شاء الله شايفين. حلوة قوي ان انت دايما يبقى عندك بيض كده. طبعا اللي عنده بيضة النهاردة يعني مفيش بعد كده. البيضة بقت ب4 جنيه وشوية وهتبقى ب5 خلاص. وربنا يستر بس تثبت. يعني احنا دلوقتي بقينا نقول على اسعار اي سعر نسمعه جديد نقول طب بس يا رب يثبت. فالله المستعان. وربنا يا رب يعني يكفينا شر الغلاء والوباء وكل الشر اللي في الدنيا كله. الحمد لله على كل حال. طبعا اللي بيتعب وبيشتغل وبيشقى لازم ربنا بإذن الله هيعوضه. زي ما انتم شايفين كده الفراخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا الاهتمام بالفراخ بالذات في فصل الشتاء. الاهتمام بالتدفئة بتاعتهم، تبعدي عنهم تيارات الهواء. دي حاجة أساسية ومهمة جدا. انك تنظفي لهم المكان برضو باستمرار. ما يكونش فيه حاجة بتخوفهم. عيال صغيرة تدخل تضايقهم أو تنكشهم أو تخوفهم. حاجات اللي هم مش متعودين عليها. على فكرة هم بيتعودوا. لو متعودين على أطفال بتدخل وتخرج عادي، لكن لو انت مفيش مرة ويجي عيل مرة واحدة يخش المكان أو كلب مثلا أو قطة أو حاجة، الحاجات دي بترعب الفراخ، بتخليها تقطع بيض على فكرة. عشان فراخك تبقى جميلة كده وبتلمع زي ما انت شايفة كده. بسم الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنعمل النهاردة ليهم مشروب رائع جدا جدا. هيعمل على زيادة إنتاج البيض، وكمان هيدفي الفراخ في السقعة ديت، ويحفز الإنتاج بتاع البيض عندهم جدا جدا ما شاء الله يعني. وكمان هيديهم طاقة وحيوية وكده. الفراخ دلوقتي أنا كنت زمان بجيب لازم أعمل ليهم خلطة. بحط لازم علف بياض تركيز 16%. بعد الغلا ده يعني انا ما اخبيش عليكم بقيت اجيب ايه. كنت مثلا ما اجيب شكارة وتبقى عندي واحط منها بقى براحتي. كنت مثلا بحط على حوالي 6 كيلو علف كنت بحط كيلو ونص علف بياض كل 6 كيلو من الخلطة. يعني انا كنت بعمل خلطة كده اقتصادية وموفرة. كنت بجيب 3 كيلو دشيشة، وبحط عليهم 3 كيلو ردة واقلبهم مع بعض واحط عليهم كيلو ونص من العلف البياض. الخلطة دي جميلة جدا 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 يعني. حتى حبايبي اللي على القناة ناس كتير جربوها وقالوا ما شاء الله الفراخ بتبيض عليها زي الساعة. بعد الغلا ما بقتش اقدر ان انا اجيب العلف الكيلو ونص علف واحطه كل يومين. فما بقتش الحكاية دي تنفع معايا، فبقيت ان انا اعمل ليهم وصفات بدايل للعلف. الوصفات دي جميلة جدا موجودة على القناة في ربط في قائمة تشغيل. لو انتي اول مرة تشوفينا او مش عارفاهم اكتبي لي في التعليقات قولي لي عايزة قائمة تشغيل بدايل العلف البياض للفراخ اللي بتبيض، عشان تعرفي بس طبيعة الاكل اللي انا بعملها له. عشان من اهم الاسباب اللي تيجي في دماغك الاول طب انتي بتاكليهم ايه. تاني حاجة لازم تكوني مراعية قوي موضوع الحاجات الدورية. في كام حاجة كده دورية لازم تتعمل للفراخ، يعني في كل الاحتمالات وفي كل الأوقات. أول حاجة وأساسي خالص شوربة الديدان. شوربة الديدان ممكن تجيبيها من الصيدلية البشري. أي شوربة ديدان طاردة للديدان. هيقولك عايزاها لسن كام؟ قولوا سن 12 سنة. الحاجات اللي سن أطفال 12 سنة هي بتناسب الطيور. فتجيبي مثلا شوربة بندكس اقراص، تطحني القرص على لترين مية، تقدميه للفراخ تكون عطشانة جدا، وكرريها كل 15 يوم. أو تجيبي شوربة تانية اسمها فيرمازول أو فيرمازول او اميريزول باين. فيرميزول. انا لسه بجيبها جديد فمش عودة على اسمها. هي علبة صغيرة كده ب6 جنيه ب10 جنيه فيها 6 اقراص. برضو حلوة زي البندكس. تاني حاجة الخل. لازم لازم الخل كل يومين 3 كده. لازم تديهم سقوة خل عشان الفراخ ما شاء الله تبقى جميلة وتبقى مبسوطة بيها. والاهم من ده كله زي ما قلتلك الارضية تكون ناشفة، ما تكونش فيها رطوبة ولا بلل ولا حاجة معفنة ياكلوا منها. لان لو كلوا من ارض معفنة او مثلا مية بتدلق باستمرار فعملت عفن في المكان يجي ياكلوا منها، هتلاقي بقى السلمونيلا والاسهالات والمشاكل والقرف ده كله. فاحسن حاجة واهم حاجة النظافة والتنظيف للفراخ بتاعتك. بعد كده بقى النهاردة هنعمل وصفة في منتهى الجمال. يعني هنحط مكونات جميلة جدا ما شاء الله. هتلاقي انتاج بيض عالي جدا جدا لانها بتعوض الفراخ عن حاجات كتيرة قوي ناقصاها.
انا عندي تشكيلة انواع، يعني الفراخ عندي كلها اشي جميزة على بلدي مشعر على كده، تشكيلة فراخ. عامل لكم فيديو مخصوص ان شاء الله عن احسن انواع الفراخ وازاي تعرفيها، يعني ازاي تعرفي الفرخة دي نوعها كذا ودي نوعها كذا. انا طبعا اسماهم هتقولي انت اسماهم كده ليه حاطه نص هنا ونص هنا؟ لان الاعمار مختلفه، ولان الديك الواحد المفروض ليه 10 فرخات، وانا يعني عشمي في الله كده قريب ان انا يعني احط منهم تحت البطه واطلع منهم كتاكيت صغيره، لان طبعا الحاجه دلوقتي غاليه جدا، وكتاكيت انت بتروحي تشتريها غاليه نار. فالكتاكيت البلدي بالذات للبيض حلو ان انت تكوني مرقداها عندك جيل تاني، فمش هتبقى فيها تسمين، هيبقوا رفيعين وناشفين بس هيبقوا حلوين جدا ان شاء الله للبيض. الوصفه بتاعتنا بقى هتجيبي لترين ميه، فانا عامله دول لوحدهم ودول لوحدهم، ما ينفعش افتح الاتنين على بعض عشان الديوك هتضرب بعض، لان عايزه تربي ديكين او 3 يكونوا من جيل واحد يتربوا سوا من وهم صغيرين، لكن كل جيل فيهم دول اصلا الفراخ دي كلها كده 3 اجيال. الوصفه بتاعتنا بقى اول حاجه معانا معلقه عسل اسمر. عسل الأسمر في الوقت اللي احنا فيه ده أساسي وضروري جدا، بس لو الفراخ عندها إسهالات شديدة مفيش داعي للعسل، ممكن نحط عسل أبيض لو الفراخ عندها إسهال. والمكون التاني الزبادي. هتقولي لي يا نهار أبيض انت بتحطي الفراخ دي زبادي؟ أقولك أيوه، ايه المشكلة؟ الفراخ ديت بتبقى ناقصها حاجات كتيرة وعناصر كتيرة مهمة جدا. معلقة واحدة بس كده صغيرة، يعني المعلقة دي صغيرة لكن هحط مقدار معلقة كبيرة كده بس. كل يومين كل اسبوع مرة، الوصفة دي لو عملتيها كل يومين انت بنفسك هتتفاجئي بكمية البيض اللي عند الفراخ بتاعتك. فاضل مكون واحد وهو ده الاساسي في زيادة انتاج البيض عند الفراخ، لانه حاجة ما شاء الله يعني في تحفيز انتاج البيض حاجة عالية جدا. لازم نضرب الاكل زي ما انت شايفه كده، اللي هي الزبادي، يعني لازم اربها كده كويس علشان خاطر لما بتنزل في الميه بتكلكع، ما بتدوبش بسهوله، وانا عايزاها تدوب بسهوله. المكون اللي فاضل معايا بقى وهو ده اساس الوصفه النهارده، الاوميجا 3. الاوميجا 3 ده اي فرخه قطعه بيض هتحطيه لها، لو انت عايزه تحطيه كزياده انتاج البيض كل يومين هتعملي الوصفه دي مره. طيب لو انا عندي الفراخ قطعه خالص وعايزاها ترجع تبيض تاني، هتعملي الوصفه ديت 10 ايام ورا بعض، وهتدعيلي بعدها على انتاج البيض عندك. بعد ما الفراخ خلاص خدتها 10 ايام ورا بعض، ترجعي بقى تعمليها كل يومين مره. يعني لو انت بتعالجي فراخ من انقطاع بيض، اول حاجه زي ما قلتلك هتعملي شوربه الديدان، وطبعا ما يكونش الفراخ عندها امراض. تالت حاجه هتعملي الوصفه دي لمده 10 ايام، يعني هتستهلكي شريط واحد من الاوميجا 3 ده. العلبه دي فيها 3 شرايط ب75 جنيه، فانت هتستهلكي شريط واحد لمده 10 ايام ورا بعض ورا بعض، تعمليها ليهم، وان شاء الله باذن الله هتبص تلاقي انتاج البيض عندك عالي جدا. بعد ال10 ايام ما يخلصوا هتبداي تحطي كل يومين تعملي الوصفه دي مره، او كل اسبوع لو انت بتستخدمي حاجات تانية. يعني لو انت بتستخدمي سيلينيوم او ثنائي فوسفات الصوديوم، يكفي ان انت تعملي الوصفه دي ولو مره واحده بس في الاسبوع بالاوميجا 3. الاوميجا 3 ديت زيت سمك، نستخدمها طبعا للحمام اللي قطع بيض علشان الحمامة تربي عنقود وترجع تبيض تاني، وبرضه هنستخدمها للفراخ لنفس السبب، علشان الفرخة تربي العنقود بتاعها تاني وترجع تبيض تاني. زي ما قلتلك لو الفراخ قطع بيض تستخدميها 10 ايام ورا بعض، لكن لو الفراخ بتبيض وعايزة تزودي انتاج البيض بتاع الفراخ بتاعك هتستخدميها كل يومين مرة او كل 3 ايام مرة، او كل اسبوع مرة لو انتي بتستخدمي حاجات تانية زي الحاجات اللي قلنا عليها السيلينيوم او ثانوي فوسفات الصوديوم او زي الدي بيزك او الحاجات دي كلها، او في وصفات تانية كتير يعملها يعني، بس هي بصراحة روعة جدا للفراخ. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.